السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتمام الصحة والعافية. معكم مطبخ أمينة المراكشية. اقتراح اليوم غنتقاسم معكم وصفة من ضمن الوصفات الناجحة، كيكة رخامية إسفنجية عالية بكريمة الشوكولاتة. كتجي رائعة ولذيذة وبنينة وسهلة التحضير، غير جربوها. كنتمنى تعجبكم وغادي تعجبكم. إذا أعجبكم الفيديو ديروا لايك باش تعم الفائدة. نمروا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. جميع المقادير في أسفل الفيديو. بالنسبة للمقادير كما تلاحظوا مقادير واحد الكيكة مسفجة ورخامية كتجي رائعة. عندي هنايا 220 غرام ديال الزبدة على حرارة الغرفة، 4 البيضات حبات البيض، 2 أكواب ديال السكر ما يعادل تقريبا 300 غرام، كوب ديال الحليب. كناخذ هاد الكوب ديال الحليب وكناخذ واحد معلقه ديال الخل وكنصبوا فيه هاد المعلقه ديال الخل وتنتركوه تقريبا 10 دقائق. عندي هنا تقريبا 400 غرام ديال الدقيق ما يعادل 4 الاكواب. عندي فانيلا، ساشي ديال الفانيلا. عندي الخميره، 2 خمارات حمرين ما يعادل تقريبا 16 غرام. لما وضعنا الزبده كنحاولوا نطربوها بعد الشيء دائما الزبده على حراره الغرفه. بسم الله كنمارسوها على الشكل، من بعد كنطربوها. من بعد ما طربناها كنصبوا عليها السكر الخشن وكنطربوها. كذلك كنصبوا فانيلا وكنحاولوا نطربوا الكل. بسم الله. بعد ما طربنا الزبده كنصبوا قريصه ديال الملحه وكنبقاو نصبوا البيض على مراحل، بيضه بيضه وحنا كنطربوا. بسم الله. بعد كنصبوا البيض، 4 البيضات بيضه بيضه على مراحل وحنا كنصبوا حتى تنحصلوا على هذا الشكل. من بعد كنصبوا كذلك الدقيق على مراحل، كنصبوا الدقيق المره الاولى وكنبقاو مستمرين على هذا الشكل هانتوما كتلاحظوا. بسم الله. كنصبوا الدقيق وكنمزجوا. من بعد كنصبوا الكميه ديال الحليب هانتوما على هذا الشكل. كذلك كنصبوا الدقيق وكنصبوا الحليب وكنمزجوا. بسم الله. واخيرا كنصبوا كذلك الحليب المتبقي وكنمزجوا. من بعد كنصبوا الدقيق كامل يبقى لينا وكنصبوا من فوقو الخميره وكنمزجوا الكل. بسم الله. بعد ما وضعنا الدقيق الاخير كنحاولوا نمزجوا الكل حتى تنحصلوا على هذا الخليط. كنوضعوا هذا نص الحليب كيكون دافئ، كنصبوا فيه هاد القهوه سريعه الذوبان وكنصبوا فيه نص كوب ديال تقريبا ديال الكاكاو مر ما يعادل تقريبا 3 المعالق كبار وكنخلطوا هذا المزيج ديالنا. ما كتلاحظوا الخليط ديالنا كيجي رائع وكيجي كريمي وخفيف ومسفج. كناخذوا كنقسموه على جوج، كتكون واحد الكميه تقريبا وافيه شويه على بيضه والاخرى تتكون فيها كاكاو. غنوريكم الشكل. الان غادي نحاولوا نقسموه ونمروا المرحله المواليه. بعد ما قسمنا الخليط كناخذوا هذا الخليط هذا كنصبوا عليه هذا الخليط تاع الشوكولات. من بعد ما صبينا هذا الخليط كنحاولوا نمزجوه بالضراب كذلك باش كيمتاج لينا مزيان. كناخذوا هذا المول. دائما بالنسبه لهذا المول حيت فيه دوك الحفيرات كنقبضوا كندهنوه بالزبده مزيان وكنديروا ليه الدقيق وكنوضعوه من الاحسن من الثلاجه باش يبقى لينا. كناخذوا هذا الابيض، الخليط الابيض كما تلاحظوا كنديروا معلقه منه هكذا كنصبوها باش كيجينا رخامي. من بعد كناخذوا كذلك واحد معلقه ديال الشوكولات وكنبقاو مستمرين حتى تنكملوا هاد الدائره. ومن بعد نوريكم اش غادي نديروا. بعد ما درنا الاسود كنديروا خليط ابيض، كنبقاو نديروا بالتناوب ابيض خليط فيه الكاكاو وكنبقاو مستمرين. انتم كتلاحظوا كنحاولوا نخالفوا الموضع اللي درنا فيه الابيض، الخليط الابيض تاع الفاني كنحاولوا نصبوا فوقو الخليط نتاع الشوكولات. الخليط الابيض كنديروا فوقو الخليط الشوكولات كذلك كنحاولوا كنبقاو مستمرين. الخليط الابيض هو فوق الخليط الشوكولات وكنبقاو مستمرين حتى تنكملوا على هذا المنوال. الان بعد ما درنا الخليط كنحاولوا نمزجوه على هذا الشكل باش كيجينا رخامي.
وكنشعلوا الفران 180 درجه حتى تيسخن، وكنشعلوا عليه من التحت تقريبا حتى تمر نص ساعه، من بعد عاد تنحمروها من الفوق. الان غادي نحاولوا ندخلوها الفران. الفران تيكون 180، كنشعلوا عليها من التحت حتى تقريبا تمر نص ساعه، من بعد عاد كنشعلوا ليها باش تحمر لنا من الفوق. الشكل النهائي ديال الكيكه بعد ما خرجناها من الفرن، هانتوما كتلاحظوا كي كتجي الشكل ديالها طالع بزاف ومسفش. الان غادي نحاولوا نقلبوها، ولكن ما كنقلبوها حتى تتبرد لينا، عاد من بعد كنقلبوها ونديروا هذا التزيين ديالنا. بسم الله. بالنسبه للكاناج كناخذوا 80 غرام ديال الشوكولات الاسود، كناخذوا كنصبوا عليه 100 ملل ديال الكريمه السائله، كنسخنوها على هذا الشكل. بطبيعه الحال كناخذوا الشوكولات اللي يدهن، كناخذ منه تقريبا 2 معالق حسب الكميه اللي بغيتي. ها هو، ولا معلقه كبيره تتكون عامره مزيان خديت منه. بعد ما وضعنا الشوكولات اللي يدهن، الان غادي نحاولوا نحركو مزيان حتى تتمزج لينا هذا الخليط. بسم الله. انتم كتلاحظوا الكيكه كي كتجي اسفنجيه وعاليه الشكل ديالها. كناخذوا بعد ما تركناه تبرد لينا مزيان شويه، الان غادي نحاولوا نسرحوه من الفوق. كتجي واحد الكيكه رائعه وبنينه ولذيذه بزاف. بعد ما درنا الشوكولاته نتوما كتلاحظوا كنحاولوا نديروا هذا الكرانشي ديال الفرامبواز، ولكم كامل الاختيار باش تزينوا باللي بغيتو. كيجي المنظر الشوكولاته مع هاد الفرامبواز كيجي رائع بالشكل ديالو. حتى المنظر راه كتجي هي جربوها، كتجي بنينه ورائعه واسفنجيه. الشكل النهائي ديال الكيكه كتجي على هذا الشكل، كتجي رائعه ومذاقها لذيذ وبنينه بزاف. كنتمنى تعجبكم، غادي تعجبكم، هي جربوها وبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم في الفيسبوك والواتساب. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.